أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يكون تاني يوم عليكم جميل ومبهج جميعا يا رب في وسط حبايبكم، ويديم عليكم يا رب اللمة الحلوة الطيبة، ويجعل كل أيامكم وخطاكم في بركة وسعادة، اللهم آمين. أوكي. النهاردة هنتكلم عن إيه؟ نبدأ على طول بسم الله من غير ما نضيع وقت. هنتكلم عن الوضوء. حلو. طيب. ممكن أبدأ بسؤال كده على طول. حد عارف الفرق بين الغسل والمسح؟ طيب احنا جايين عشان نعرف ان شاء الله مع بعض، مش اختبار ولا حاجة. طيب خلينا نبدأ ونقول ان الوضوء بيبدأ بالنية. حلو. رب عمل صغير تكثره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. فأصلا الموضوع كله في النية، فالوضوء بيبدأ أساسا من أول ما انت بتنوي تتوضى ليه؟ علشان طاعة ربنا، وعشان تصلي له، وعشان بتتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلشان بتطهر قلبك. حلو. مين دي من النوايا اللي بننويها ان احنا نقوم نتوضى بسببها يعني. ومن قبل اصلا اي بقى خطوات الوضوء السليم والنهج للوضوء، يعني النهج اللي المفروض نتبعه للوضوء السليم وكده. احنا هنشوف فيديو مع بعض وكل حاجة. بس انا مش اساسي عندي ان انا اجي اعلمك التفاصيل دي. انا دوري واساسي عندي ان انا افهمك هو انت ليه بتعمل ده اصلا، ايه اللي بيساعدك انك انت تقوم تعمله على اكمل وجه. حلو. خلينا نسأل برضو سؤال تاني. هو مين شايف نفسه ما يستحقش يبقى طاهر؟ اكيد لا، اكيد كلنا شايفين نفسنا نستحق نكون متطهرين وطاهرين، وان ربنا بيحب كده واحنا عايزين نبقى كده. وهل انا اقصد هنا بالطهارة اللي هي الطهارة المادية اللي هو الغسل يعني، اللي هو المية يعني وكده وممكن نكتفي بيه خلاص؟ هو الغسل يعني الغسل في حكمه انه ممكن يغني عن الوضوء. بس ليه دايما بنتك انه لا، يعني ليه دايما في بعض الائمه الكتير قوي يعني الشيوخ الكتير والعلماء الكتير يستحبوا برضو، بيستحبوا برضو يعني ان هم بعد حتى الطهاره يتوضوا تاني بدون اي غلو والله. بس ليه؟ يعني لان يعني الوضوء ده طهاره قلبيه، مش طهاره ماديه زي الغسل وكده. ف... فالموضوع مختلف. فلو انا بقى جيت سألتك تاني نفس السؤال، مين شايف نفسه ما يستحقش يبقى طاهر؟ هتبقى فاهم بقى معنى السؤال. صح، فهمت. هو ما تقصديش هنا ان انا بقى طهارة النظافة الاستحمام والكلام ده، لا. طهارة قلبية. احنا يا جماعة بنقوم نتوضى عشان بنجهز قلبنا، يعني دي مرحلة تجهيزية اصلا للقلب ان هو هيقف لوجه الله، وهيسجد ويركع لوجه الله وفي راحة وأمان وسكينة. فأنا لو معظمتش أصلا الخطوة الأولانية دي جوه قلبي وأتقنتها كويس، طبيعي إن الصلاة هتكون أقل خشوع، يعني طبيعي ده هيأثر في خشوع الصلاة، ولا هيبقى فيه راحة ولا أمان. فإحنا بوضوءنا ونيتنا الخاصة وإتقاننا يعني ليها، ده بيغذي روحي في الأساس. ودي على فكرة يعني من أول الحاجات اللي بنبدأ بيها اليوم، يعني هي فعليا تاني خطوة، يعني هي فعليا تاني خطوة. احنا عارفين إن النوم يعتبر موتة صغرى. ف وإن الشيطان بيبقى منتظرنا كده وقاعد عاقد علينا 3 عقد ما ينفكوش إلا ب3 خطوات: الذكر والدعاء والوضوء والصلاة. احنا أول ما نصحى، أول خطوة حرفيا يعني لو هنتكلم بقى بجد، ان انت بتذكر ربنا اول ما تفتح عينك. ما الطف هذا الدعاء بصراحه، محبب جدا جدا لقلبي ومليان كده. غمض عينك كده وانت لسه نايم خالص، بعد بقى الموبايل ده من جنبك، قول بقى لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير. عندك بقى أدعية تانية كتير: الحمد لله الذي أحياني بعد أن أماتني، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، اللهم إني أعوذ بك من سوء نفسي، اللهم إني على حسن عبادتك، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وهكذا. نوع نوع يعني. انت مش ملزم خالص بحاجة معينة في بعض الأدعية اللي وردت سنة وممكن تتبعها، ولكن يعني الناس اللي بتعاني زيي من فرط التفكير وفرط الحركة اللي هو نسبة ADHD عالية، بتحس بملل سريع. يعني ما بعرفش افضل على ثوابت كتير، بصارع جدا مع الروتين، بحب كل شويه ان انا اغير، اذا كان بقى تغيير فعلي يعني في المكان او تغيير في الماده العلميه نفسها. يعني عشان كده دي من
من السكيلز بتاعت الإدارة إنه بيحب يتشعب كتير، مش بيعرف يركز على حاجة واحدة مدة طويلة يعني. المهم إن أنت حتى والله يعني حتى لو أنت يعني شخص عادي بيعرف يركز أصلا وبيستكن كده ومش بيحب التهات دي، هو أصلا جميل من البداية إن أنت تراعي المسببات اللي بتخلي يصيبك بعد فترة حاجة اسمها فتور الاعتياد. إيه بقى فتور الاعتياد ده؟ يعني الإنسان طبيعي جدا لما خلاص بيتعود على حاجة والمخ بيبدأ يخزنها في الجزء اللاواعي، تمام، بيبدأ يفقد جزء كبير من لذتها. يعني بيبدأ يفقد يعني. كانت محاضرة جميلة قوي بصراحة سمعتها للشيخ محمد خيري، كانت بتحكي عن ايه، وبقوا اكتبوا الأسماء. يعني أنا أول محاضرة قلت اسم، تاني محاضرة قلت اسم، ابدأ بقى على 15 محاضرة هتجمع 15 اسم أو أكتر تتابعه، فتنظف الناس اللي أنت بتتابعها، فتنظف مخك بيستوعب إيه وبياخد إيه. يعني تابعوا ناس تستحق المتابعة. تمام، احنا اللي عملنا من الفسيخ شربات من الآخر. المهم إن هو كان في المحاضرة بيحكي عن حاجة اسمها الألفة، إن العبد بيألف بيعتاد. فنفقد مع السنين عذرية النظرة الأولى. كلمة حلوة قوي، يعني مع الوقت بتبدأ تفقد اللي هي حماس البداية، المتعة الأولانية دي. وعلى فكرة دي من مكايد الشيطان ومن خدعه علينا، إن بيخلي المخ يتحمس قوي 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 في البداية، بيضحك عليه. وهو لو ما عندوش وعي بده للأسف يعني ايه، يجي بقى المخ الشيطان يصطاده ويفلت منه حاجة. يلا خلاص انت مش نافع معاك حاجة اصلا. بيدخل له بقى يعني يصطادوا من حتة الحماس دي، لا خلاص انا اتعودت، ده ايه الملل ده هو هكذا يعني. دي من المكايد بتاعت الشيطان. ولو انت جامد مثلا وفضلت 10 ايام كاملين، يا سلام بقى بتشوف نفسك يا ارض تهدم عليك قدي. فبالتالي طبعا برضه هيوسوسك ويفتنك بفتنة العجب والغرور وحاجات كتير بقى. فاحنا علشان نمنع كل المكايد دي، احنا بقى نضحك على الشيطان. احنا بقى نسبقه ونضحك عليه ونضحك على مخنا انه ده عادي، وده حس مالناش اصلا، ودي اساسا مش كفايه. وبعدين مش يمكن تكون دي اخر مره ليا، وانا مين ضامن ان هو يلحق لحظه تانية في حياته، ما نخلي دي كانها لحظه اخيره. فلما تيجي تقول لنفسك كده، بتبقى بتعمل الحاجه بتأني وتبطأ كده شويه. يعني بلاش الصربعه والخلاط اللي احنا فيه ده بجد. تبدأ تتأنى كده وتبطئ في أفعالك وتتدبرها وتحسها. فلما تتعمل كويس وتشبع قلبك، صدقني صدقني هو ده اللي بيقيك بعد كده وبيمنع عنك حوار الألفة والاعتياد. إنك تعمل الحاجة من قلبك كويس، وتبقى واعي إنه الشيطان يعني لو خلاني أعمل حاجة كده وخلاص من غير ما أخد منها إفادتها، مجرد أداء، هو هيصطادني. فليه ما نقفل عليه الباب ده. وعلى فكرة في ناس يعني العكس بقى، يعني مش بتبدأ بحماس ولا حاجة، والشيطان مش بيوسوس لها في البداية بالحماس ولا حاجة. بالعكس، بيبدأ معاها باللي هو بقى يحسسها بتقل وتكلف ويخدعك برضو ويهول لك بقى الأمور ويصعبها. فتبدأ بقى تدخل في دايرة التسويف والكسل، ومن بكرة هبدأ جامد قوي. مفيش الكلام ده. فعشان كده احنا أول حاجة بنعملها خالص واحنا لسه على السرير، بنشكر ربنا بتدبر كويس قوي، وندعي الأدعية اللي احنا محتاجينها من قلبنا كويس قوي ان شاء الله. حتى ولو هتقول بس يا رب اقدر اقوم، يا رب عني، يا رب خد بايدي النهارده، بس اول حاجه كده تقولها. وده بيساعدك انك تقوم تتوضى. حلو. وبعد كده لما تتوضى كويس قوي وتتقن الوضوء اللي هو طهارة القلب، مش غسل ومية. احنا ما بنخرجش يا جماعة من الحمام مبلولين. مش هو ده الوضوء. يعني احنا بنخرج نحس فعلا ان مع كل خطوة انا بعملها في الوضوء في حاجة جوه قلبي اتغيرت، في ذنب اتغفر فعلا. يعني خلاص في انا فعلا في حاجة بتتغسل مني، الذنوب دي بتطير معايا دلوقتي. فلما ده بيحصل، ده اللي بيساعدك بعد كده ان انت لما تيجي تصلي صلاة سليمة وتقف بين ايدين ربنا خاشع ومتدبر. فكرة ان دي نعمة اصلا ان انت تقف ما بين ايدين ربنا وتاخد بقى الاجر بقى. يعني تبدأ تستفيد بقى من اجر الصلاة وفوائد الصلاة اللي في الدنيا وفي الاخرة. لانه انتشر جدا ناس كتير بتسأل، طب ما انا بصلي بس الصلاة ما بتعمليش حاجة، ما بتنهيش عن الفحشاء والمنكر وحاجة، ده انا ممكن اخلص صلاة واعمل حاجة غلط بعدها. يبقى انت العيب فيك، هي مش في الصلاة. انت كده ما صليتش، انت كده ما اسمهاش صليت، انت كده اديت. في فرق بقى. طب انت خلاص اديت، اي حاجه ترجع لك. عالج بقى مشكلتك، لكن ما تقولش ان المشكله في الصلاه. انت من البدايه اصلا ما جهزتش للصلاه. حلو. حلو. فعشان كده البدايه مهمه قوي. بلاش الخلاط بتاع السرعه والتنافس اللي مستحيل يحقق لك حاجه. مستحيل بجد تستفيد من القرآن بان انت بتقراه زي الكتاب. ليه هيبته وليه مكانته وليه خشوعه وليه آدابه.
مش بالعدد، مش بالعدد والكم خالص. يعني اتقن بس القليل وحسه، ربنا هيفتح عليك بعد كده بالعدد. يعني لما ده يحصل بص في البداية هتلاقي، يعني في البداية هتلاقي بعد كده ربنا بيفتح عليك بقى. المهم احنا خلاص، انا هحاول اهدى. اول ما بنفتح عينينا بنذكر ربنا وخلاص اتفقنا ان احنا ايه هننوع ونستعين بربنا وننوي كده انه يا رب انا مش عايز اي حاجه من اليوم ده غير ان انا ارضيك واقرب منك يا رب. تاني يا جماعه احنا مش بس يعني بنعبد ربنا، العباده مهمه طبعا، هي اللي هتؤدي للقرب، بس احنا هدفنا نقرب. الهدف القرب، الوسيله العباده. حلو، يعني الهدف الاساسي ان انا اقرب. ايه بقى الوسيله اللي تخليني اقرب؟ العباده. بس لازم افهم كويس قوي الهدف وايه القيمه من ورا الهدف ده علشان اعمله بجد، يعني اعمله من قلبي. فيا رب يعني احنا هدفنا ان احنا نقرب منك يا رب ونرضيك. فبالتالي يبدأ يبقى عندك حسن توكل على يعني حسن توكل على ربنا كويس، يعني عندك حسن توكل وعندك يقين كويس، وانك انت متأكد مليون في المية انه بس بكرم ربنا وبفضل وحده ويعني معيته وحده هنكون احنا اقوى من الشيطان ومن كل ألاعيبه ومكايده ومصايده، وهنفهم كل حاجة حوالينا. طب في ناس بقى تانية برضو بتعاني زي ما انا بعاني كده، انه طب انا عايز ان انا اول ما اصحى ابدا بالذكر وابدا بالوضوء وابدا بالصلاه، فبالتالي لو احسنت الذكر هحسن الوضوء، وبالتالي لو احسنت الوضوء هحسن الصلاه، وبالتالي يومي يبقى كويس. بس انا بقى اول ما بصحى يا اما حلمت حلم مش عارفه ايه، يا اما انا جالي هاجس كده من الماضي وافتكرت مواقف من الماضي والكلام ده، وده بقى بيقفل لي اليوم خالص وبتاع. ماشي، ازاي اتعامل مع حاجه زي كده؟ اول حاجه ان انا ما ينفعش خالص اهملها واحاربها واركنها كده على جنب والوم في نفسي انت ايه اللي يخليكي تفتكري، واقعد اوبخ نفسي بالكلام. ما تصدف الناس ما زي ما هم باعوكي بوايهم، مش كده، مش خناقه. بالراحه خالص كده، انت ابدا تكلم نفسك على الموقف الفلاني مثلا ايا كان. هو انا قلق نفسي ليه؟ هو انا مشغول ليه وشاغل مخي ليه؟ ما اخلي مخي يركز في الافيد. مش كل ده مكتوب ومحفوظ ويعني ربنا شاهد عليه والارض هتشهد عليه وكل حاجه هتشهد عليه وجسمنا هيعيش ولساننا وكل حاجه. طب خلاص انا اقلق نفسي ليه؟ ما النهارده يوم جديد وانا بتولد من جديد. طب ما نخلينا نرتب. طيب ما نرتب، طيب ان الموضوع ده لا انا لسه شاكك برضو، ممكن مش انا ممكن اكون غلطان، ممكن اكون عملت حاجه غلط. طب ممكن اكون انا صح فعلا وانا اللي مأفور، طب ما نحاول نقفله. فتبدأ ترتب لمخك، اوعدك يا مخي ان احنا هناخد الاولويات الاول، ان احنا الاول هنذكر ربنا وهنتوضى وهنصلي وهنشوف جدولنا، وهفضي لك يا موضوع حاضر من عينيا يا مخي، هفضي لك وقت ان احنا نقعد مع بعض كده نعيد نظر في الموضوع ده تاني اللي شغلك، ونبدأ نشوف مين غلطان مين صح. لو انا غلطانه اعتذر واودي الناس حقوقها، لو انا مش غلطان خلاص اكتفي واقول حسبي الله ونعم الوكيل واهدى على نفسي واربي قلبي على التسامح، ويا رب عيني واصلح لي قلبي ونسي وهكذا. اتعاملوا مع نفسكم بلطف بالراحه على مخك، مش تقعد تكربجه وتسربعه. ليه بنقول كل ده؟ لأنه يا جماعة المكون الأساسي للمشاعر اللي احنا بنحس بيها سواء غضب حزن قلق توتر كل الكلام ده، المكون الأساسي والمسبب الأساسي اللي لازم نوعى بيه هي الأفكار. الأفكار في مخنا هي اللي بتكون مشاعرنا وأحاسيسنا. طيب الأفكار دي مش تلات أرباعها وسوسة برضو؟ يعني هننكر إن الشيطان بيحاربنا وبيوسوس لنا؟ طيب يبقى أنا لازم أفهم كويس قوي انا مخي بيشتغل ازاي ومكايد الشيطان ازاي، وهنعرف نضحك على يعني مين اللي يضحك على التاني بقى. هي دي التركية اصلا، يعني هي دي البداية في كل حاجة. ف... فانت لازم تفهم كويس قوي ان افكارك دي اتعامل معاها ازاي، وما اهملهاش ولا همشها. لانك والله لو قمت بمنتهى السرعه وما اديتش لنفسك وقت ومفيش وقت ويلا وهقول الذكر بسرعه لا اله الا الله وحده ولا شريك وهعمل كده وهتوضى بسرعه وهصلي بسرعه وهروح البيت وهفطر وهاكل وانا نازل على السلم بجري وهشوف البيت كل الكلام ده، صدقني المشاعر لسه مكمله معاك في اليوم. هي لسه مكمله وهتنعكس على اسلوبك، وهتفضل طول ما انت بتتعامل مع الناس بتتعامل بنفس المشاعر اللي مكبوته جواك. وهيبدا بقى مخك يحس انك مراكم عليه حاجات كتير قوي ووراه بلاوي ومش عارف يخلص ومتوتر، مع ان كان الموضوع بسيط من البداية، انك انت تواجه الفكرة دي، تواجهها تشوفها جاية منين، ونبدأ نتعامل معاها وتبسط الدنيا وتحلها. لا ما بيحصلش كده. المهم بعد كل الرغي ده يا جماعة لازم والله لازم تاني ان انت تبقى عندك وعي كفاية بالمسببات،
ويبقى عندك شوية تريث كده مع كل حاجة. اهدى شوية على نفسك بجد والله. اهدى كده شوية. ما تسرعش بالأرقام، ما تسابقش الناس بالأرقام، والله ما هيفيد بحاجة. ركز ركز إن في كل حاجة بتتكتب. يعني أنت عايز تروح تقول للناس أنا ختمت 4 مرات وأنت ما قريتش غير صفحة؟ يعني أو بلاش يا أخي بلاش، وأنت أصلا ما طلعش منهم أي حاجة. ما هو إيه اللي هيتكتب؟ هيتكتب العدد ولا هيتكتب أنت اللي طلعت بيه؟ هيتكتب ان انا صليت ولا هيتكتب ان انت فعلا صليت؟ انت اديت مش صليت. كل ده بيكتب، كل ده بيتشاف. ومش معنى الكلام ده ان احنا ما نعملش، لا. انت اعمل كل حاجة حتى لو بتعمل في البداية غلط وبتعمل من غير قيم ومن غير هدف ومش مركز في اعمالك. بس بالله عليك راقب نفسك، وصلت لفين بعد ما عملت؟ يعني لو انت بقالك سنتين او 3 بنفس النهج ده وما طلعتش بحاجة، يبقى الغلط عند مين؟ يبقى راقب نفسك. طب ما انا ما بطلعش بحاجه في الاخر، ما انا محتاجه اقف مع نفسي، ما انا محتاجه، هو انا بعمل ايه غلط؟ طب ما ارجع اعمله كويس صح تاني. هي الفكره وما فيها ان لازم الحاجات دي تغير من جوده حياتك، تحسن حياتك، تحسن سعادتك ورضاك ونجاحاتك وبركه العيشه كلها. فلو ده ما بيحصلش، يبقى اقف بقى مع نفسك شويه كده، واعمل بقى كميه المنافسات اللي ملهاش لازمه دي. اوكي، دلوقتي انا هشغل معاكم فيديو هو بيعلم فعلا الوضوء يعني وكده. بس يا جماعة يعني برضو لازم أقول حاجة تانية. اللي عايز يتعلم حاجة واللي عايز يعني يطور نفسه في حاجة ما بيركزش خالص في تفاصيل بقى. أصل صوت الساوند عالي، أصل اللون اللي ورا غامق، أصل الأباجورة معوجة. يعني دي افتكاسات بقى، ايه انت بتضايق على نفسك وبتضايق على الناس حواليك، ملهاش اي 30 لازمه. وانت والله والله بتستحمل مليون الف حاجه تانية ملهاش اي لازمه فعلا، وبتصبر وبتسكت علشان بجد انتوا بتشوفوا المنافسات اللي بتحصل على اليوتيوب، اللي هو يقول لك اقف يوم كامل لامس العربيه ما تحركش ايدك واديك فلوس. الناس بتقف تستحمل، الناس بتقف وتصبر. لكن انا اصبر مثلا على علم قيم وهيفيدني وبتاع؟ لا لا، انا ليه؟ انا ليه هعديه وهجريه وكل حاجه بسرعه 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 كده، او هنقد وخلاص. يعني اول ما حد بيجي يقول لك بس يا حبيبتي لسه انت بتبدأي بس تعملي اول خطوة في الامر المعروف، انت لسه في الهمزة، اسلوبك وحش. لازم اي نقد، مع انه ممكن بسنة لطافة. علميني يا ستي ايه الاسلوب الحلو. يعني خليك نقدك بناء ولطيف كده، بلاش بجد جو التنظير ده. يعني ارحموا نفسكم، والله انتوا مش بتضايقوا الناس على فكرة، بتضايقوا نفسكم. ان شاء الله بعد ما نخلص الفيديو ممكن اقول لكم كام دعاء كده بنقوله جوه مخنا، يعني مش بنتلفظ بيه ولا بنحرك بقنا بيه، بنقوله جوه مخنا. والله هو يعني لم ينقل عن الرسول أو يثبت عنه، ولا دي حاجة أنت مضطر تلتزم بيها ولا حاجة، ولكن دي من الاجتهادات من الأئمة والعلماء والشيوخ وكده، اللي بتساعد الواحد يركز جدا وهو بيتوضأ عشان يحصل بقى على الهدف الأساسي من الوضوء، وهو طهارة القلب. حاجات كده جوه مخك بتقولها وترددها عشان تساعدك إن مخك إن قصدي وضوءك يتم صح، وفعلا قلبك يطهر يعني. اوكي، فين بقى اجيبه منين؟ ثانية واحدة. الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمه للصحابة، ثم بعد ذلك نقله الصحابة للأمة كلها. طيب، أولا قبل كل شيء لا تسرف في الماء، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بالماء القليل الذي يملأ فقط كفيه صلوات ربي وسلامه عليه. ولا نتلفظ بالنية أو أذكار معينة قبل الوضوء إلا قول بسم الله، ثم نغسل الكفين 3، وهذا مستحب. وهناك سنة مهجورة في الوضوء، وهي تخليل أصابع اليدين هكذا، فاحرص عليها. ثم ننتقل إلى المضمضة والاستنشاق، والمستحب أن تفعل ذلك إن استطعت بكف واحدة، تأخذ منها للمضمضة والباقي للاستنشاق، تفعل ذلك 3 مرات. وإن لم تستطع فلا بأس، افصل بين المضمضة والاستنشاق. ولكن من الخطأ أن يدخل الإنسان الماء في فمه ثم يخرجه بلا مضمضة، أي بدون أن يدور الماء في فمه، بل عليه أن يقلبه في فمه ثم يخرجه. والمستحب أن يدخل الماء بيده اليمنى وأن يخرجه من أنفه بيده اليسرى، ويبالغ في الاستنشاق بجذب الماء إلى الأنف إلا إذا كان صائما، فإنه لا يفعل ذلك.
بعد هذا يغسل الإنسان وجهه 3 مرات، والوجه يبدأ من منابت الشعر المعتاد على الجبهة إلى ما استرسل من اللحية، وينتهي مكان الغسل عند الأذن. وليحذر الإنسان من سكب الماء هكذا سكبا بدون أن يصل إلى جميع الوجه، وانتبه إلى المنطقة التي ما بين اللحية والأذن، فإن الكثير يغفل عنها. ثم يغسل يده من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق هو نهاية الذراع، يفعل ذلك 3 مرات. يبدأ باليمنى ثم ينتقل إلى اليسرى. وليحذر المتوضئ من خطأ ينتشر بين كثير من الناس، وهو أن يبدأ في الغسل من الذراع إلى المرفق ويترك الكف، بل الواجب أن يغسل اليد من أطراف الأصابع فيشمل الكف كلها إلى المرفق. ولو أقيمت صلاة الجماعة أو خشي الإنسان أن يخرج وقت الصلاة فإنه يغسل كل عضو مرة واحدة فقط، ثم بعد ذلك يمسح رأسه كله مسحة واحدة. والمسح له طريقة معينة يبدأ فيها من بداية الشعر إلى مؤخرته ثم يرجع مرة أخرى، لاحظ. وبنفس الوقت يمسح الأذن مسحة واحدة ولا يأخذ ماء جديدا لها. ومسح الأذن يكون من التجاويف بالداخل، وأيضا من خلف الأذن بالإبهام. ثم يغسل رجله من أطراف الأصابع إلى الكعبين، والكعب هو العظم البارز في جنب القدم. ولينتبه المصلي إلى أن كثير من الناس لا يوصل الماء إلى العقب وهو آخر القدم، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للأعقاب من النار. ومن السنن المهجورة في الوضوء تخليل أصابع القدم، ويكون ذلك بإمرار الخنصر وهو أصغر أصابع اليد، يمرره بين أصابع القدم هكذا. ولا يوجد في الوضوء مسح للرقبة. وليحذر الإنسان من الوسواس، فإن الله لا يريد منه أكثر من استطاعته، أما الشيطان فهو يريد أن يفسد عليه عبادته. فإذا انتهى الإنسان من هذا الوضوء فإنه يكون قد تطهر، ولا يكره له تنشيف أعضائه بعد الوضوء. ثم بعد ذلك يقول الذكر الذي بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إخواني أخواتي، هذا ما كان لدينا عن الوضوء. طيب ماذا عن الصلاة؟ لا، ذاك شأن آخر، أرجوكم تابعونا. بس كده خلاص يا جماعة. فين؟ نرجع تاني لمكاننا الطبيعي. أيوة كده. اللهم صل على النبي. كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان احنا بعد ما نخلص الفيديو هنقول شوية حاجات كده بتساعد الواحد يركز اكتر ان هو يعني يطهر قلبه وهو بيغسل ايده. ممكن يقعد يستغفر ويفتكر كم مرة ايده دي مثلا كتبت بوست ولا شيرت بوست ولا عملت لايك وساعدت في انتشار فتنة ما مثلا، عملت اي حاجة تغضب ربنا، داست بيها على ضغطة زر بجد في مواقع، يعني حسبي الله ونعم الوكيل. على الزمن اللي احنا فيه ده بقت الدنيا سهلة. زمان الواحد كان بيستخبى وهو بيعمل الحاجات دي، يعني ربنا يعفو عنا. يعني اي حد كان زمان بيستخبى وهو بيعمل اي حاجة غلط، دلوقتي بقى عادي، يعني بقى في بجاحة. فربنا يعافينا يعني. من الأفضل الأدعية مثلا وممكن تيجي في مخي على طول: اللهم إن أردت فتنة بالليل فاقبض روحي غير مفتونين، أو فاقبضنا غير مفتونين. وانت بتمضمض برضو تفتكر كم مرة انت اغتبت حد و... وقلت حاجات مش لائقة ومش يعني مش مناسبة أصلا كأخلاق مسلم، وهكذا. وانت بتستنشق
تستغفر كده في سرك: يا رب استغفرك يا ربي من كل ذنب ارتكبته بالعضو ده، يعني انت يا ربي انعمت عليا بمناخير وانا اروح في الاخر اشم بيها حاجات حرام ولا اعمل بيها اي حاجه غلط تغضبك. وهكذا وانت بتغسل وشك: يا رب بيض وجهي يا رب يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه. وانت بتغسل ايدك برضو تستغفر وتقول: اللهم اعطني كتابي بيميني. على فكره ده مش بتتلفظ بيه، ده كل ده جوه مخك. وانت بتمسح على راسك تقول: يا رب كده في المسح بمنتهى يعني الهدوء كده والبطء. تمسح كده: يا رب يا رب امسح عن ذهني وعن مخي كل وسوسة يا رب، وعن رأسي كل وسوسة، واصرف عني شتات الأمور يا رب، واعطيني راحة البال. كل ده بتقول وانت بتمسح في ودنك، تقول كده: يا رب يعني حصن ودني، ده منفذ بيدخله الشيطان، حصنه يا رب من أي وسوسة، واغفر لي أي حاجة سمعتها تغضبك. وهكذا وانت بتغسل رجلك تبدأ تفتكر كام خطوة مشيتها في حاجات تغضب ربنا، وتقعد تتمنى كده من ربنا انه يغفر لك الخطوات دي ما تتعدش عليك وتتحسب عليك ويعفو عنك فيها. وتقول برضو، وتقول: يا رب اكتب لي بقى الاجر كمان في الخطوات الحلوه، يعني مثلا انت بتغسل اليمين اكتب اجري يا رب في كل عمل صالح، وانت بتغسل الشمال تقول: يا رب اغفر لي كل خطوه خطتها في شيء لا يرضيك. وهكذا حاجات لم تورد ولم تثبت مثلا، ولكن من الاجتهادات اللي بتفيد انك تطهر قلبك، انك تاخد الهدف الاساسي بقى تحققه. وللستات يا جماعة يعني بلاش يا حبيبتي والله تخرجي من غير ما تنشفي. يعني ماشي ماشي هي حاجة حلوة وكل حاجة، بس ممكن نعمل كده في الصيف، بس ممكن نتجنب ده في الشتاء يعني. معلش احنا في جوانب تانية مسؤولين عنها برضو ما ننساهاش. فجانب انك تبقي بنت وست وجميلة وبشرتك حلوة وناعمة وكل الكلام ده، في الاخر بقى تروحي تشوفي البلوجر وتتحسري على بشرتك وتتحسري على نفسك وتعملي خناقه مع جوزك هو ملوش اي ذنب عشان ما جابلكيش الغسوله ب 300,000 جنيه، ومش هو ده السبب والله. انت بس لو بعد الشتاء وتوديتي بميه سخنه ونشفتي وحطيتي بخيتين ميه ورد كده زي الفل والله وشويه مرطب، بس كده خلاص مفيش اي افتكاسات بقى ولا اي تكلفه ولا اي حاجه. في الصيف سيبي نقطي براحتك، بس يعني وزنوا الامور يعني. ويا ريت يا جماعه يعني ما يتبعتليش اسئله في الاخر: إيه حكم الوضوء على الشراب وحاجات كده فقهيه، والله دي مش شغلتي. يعني النت موجود اولا وببلاش، وسهل جدا برضو انك انت تتحرى على مصداقيه المعلومه وصحه المعلومه المصادر على رأي الدحيح. وبرضو يعني أأكد تاني وتالت ورابع: مش عيب أبدا إن احنا نتأخر إن احنا نتعلم في ألف ب فقه وعقيدة وسيرة وتفسير. يعني فقه، عقيدة، سيرة، تفسير، من الأربع علوم شرعية المهمين جدا. دي حاجات أنت لازم تتعلمها لنفسك، حاجات أساسية. ما ينفعش تجهلها، أنت بتحتاجها في يومك الأساسي. سواء في الفقه أو في العقيدة: فقه الطهارة، فقه الصلاة، فقه الصيام. حاجات في العقيدة مهمة جدا، حاجات في السيرة بتقتدي بيها في يومك وفي دنيتك وفي أسلوبك وفي أخلاقك وفي أدابك وفي السوفت سكيلز والحاجات دي كلها وفي شغلك. في التفسير عشان القرآن يعمل العمل الأساسي ليه. يعني احنا بنعمل بالقرآن، بنجتهد في تلاوته وفي تفسير وفي أحكامه وفي التجويد وفي كل حاجة، بس وفي الحفظ ويا رب ثبتنا. بس الأساسي إيه؟ إن أنا أفهمه وأعمل بيه. العيب بقى في ايه؟ العيب ان انت تفضل مكمل في الجهل، هو ده العيب، ده اللي يعيبك، دي علة. انت خلاص اكتشفت نفسك ان في معلومات ناقصك وانت مكمل: انا هفضل جاهل فيها. لكن هو مش عيب ان انت ما تبقاش عارف وبقى في ايدك تعرف، وحواليك الدنيا كلها بتعرف وانت مصمم انك لسه مش تعرف، مش عايز تعرف. ففي اسئلة عندك جت في بالك اكتبها كده واحفظها عندك في ورقة، في كشكول، في اي حاجة، وابدأ واحدة واحدة، واحدة واحدة اهو، واحدة واحدة تبحث عن حاجة وتتعلمها وتكتبها وتسجلها. في حاجات مش لازم تتسجل وتتحفظ، خلاص هي بتنعكس على حياتك وبتتخزن في مخك، وفي حاجات تانية لازم أسجلها وأثبتها. بس وفي الآخر أحب أقول لك إن أنت ممكن الكشكول اللي أنت هتجيبه ده إن شاء الله تكتب دعاء كده جميل قوي، بي يعني بيشجع: اللهم إني أسألك أن تؤنس خطواتنا بالبركة والخير، وأن تجعل سعينا لنا لا علينا. اللهم إني أسألك أن تؤنس خطواتنا بالبركة والخير، وأن تجعل سعينا لنا لا علينا. بس كده خلصنا موضوع الوضوء، إنه الهدف الأساسي منه طهارة القلب وكده، واتكلمنا في كل حاجة. باقي إيه بقى؟ باقي إن إحنا نفسر آية. برضو كالعادة هسيب لكم فيديو عنها. هسيب لكم المرة دي فيديو عن قصة جالوت وطالوت. وأنا الفيديو طويل يا جماعة ماشي، عشان بس الناس ما تخنقنيش. هو الفيديو حوالي 43 دقيقة ويستحق جدا، وفي تفسيرات تانية كتير قوي انت عايز تسمعها براحتك، بس ده
من الحاجات الموثوق قوي في مصدرها بالنسبة لي وخلاص، وبالنسبة للجميع يعني خلاص، هو الراجل الشيخ عثمان الخميس. فمن التفسيرات اللطيفة، أنصح بجد والله فرغ نفسك كده واسمعها، قصة جميلة ولذيذة وحلوة ومفيدة. فننتقل على طول للحديث. آه، اخترت بصراحة المرة دي موضوع عن الاقتصاد في الطاعة، لان انا الفيديو كله عماله اقول ايه لازم تعمل صح ومش عارفه ايه، فالناس ما تحسش ان هو يعني انا ما عملتش صح، ما عملتش خالص يعني. او الشيطان بقى يضحك عليك ويقول لك بس خلاص انت ما دام ما بتعملش صح فما تعملش خالص. لا والله خالص خالص، اوعى 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 الشيطان يصطاد من الحته دي. هي الفكره زي ما بقول لك، راقب نفسك. بقالك قد ايه بتعمل الحاجه دي وما غيرتش حاجه، يعني ما غيرتش حاجه جواك، اذا يبقى انت بتعملها غلط. فاهم؟ فابدا ابقى اعملها تاني من تاني صح وبتدبر. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها 3 مرات: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. طب يعني ايه المتنطعون؟ المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد. يعني اي حد بيشدد في حاجة هي اساسا مش هتأثر اصلا، يعني مش مستاهلة التشديد فيها خالص. في حاجات اولى بكتير لازم نتعلمها ونهتم بيها. فما تشددش على نفسك والشيطان يوسوس لك في حاجات غير مهمة بالمرة، والتفت للمهم وللأولوية. وبس كده يا جماعة، وإلى هنا انتهت حلقتنا إلى هذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.